لا مفيش شغل راح ليه بقى؟ كنا قاعدين يعني مين اللي شغل علينا الشغله دي؟ هو ميكو. بس عايز ايه؟ تشوف افهمها بعدين. الحمد لله على السلامة. قول لي استعداد منتخبنا للمباراة المهمة دي. مفيش والله مهيب، زي ما انت شايف الحمد لله استعداد كويس، وقبل ما نطلع النهارده الصبح اتمرنا تمرينه كويسه جدا، وان شاء الله نعمل مباراه تليق بمنتخب مصر وبطل افريقيا، وان شاء الله لازم يعني لا بديل عن 3 بونت دول يا مهيب زي ما انت عارف. يعني شايف استقبال حار وسحر وشعوذه وخضونا في المطار. والله انا مش عارف، الراجل طالع لنا بمعزه وحاجات غريبه كده، انا مش فاهم. انا رميت عليه الشنطه وانا طالع والله العظيم يا مهيب. فالحمد لله طبعا قريت ايه الكرسي في وشه، وبعد كده رميت عليه الشنطه. النجم الكبير عمرو زكي برحب بيك، وما شاء الله في الفترة الأخيرة فورمة عالية، وطمنا على مباراة مصر والنيجر، والناس يمكن ما فيش حلول إلا الفوز إن شاء الله. لا ان شاء الله اطمن الناس. الفرقه وصلت الحمد لله يعني من رحله متعبه. هي رحله انا كان صحيان الساعه 8:30 الصبح، دخلوا تمرين صباحي، بعد كده يعني الرحله بدات من حوالي الساعه 3، مطار القاهره وصلنا الساعه 3 هنا بالليل. الحمد لله قدرنا ننام كويس وكلام من ده. النهارده في التمرين الشكل طمئن الكابتن، عملنا تمرين قوي شويه عشان خاطر يفك التعب بتاع امبارح بتاع السفر. اللي الصبح اتلغى. طبعا ما ينفعش طبعا حوالي الصبح، احنا وصلنا الساعه حوالي حوالي الساعه 4 الفجر يعني. فاللعيبه الحمد لله ادت بشكل كويس النهارده، وباين ان هم في فورمه عاليه ومركزين، وعندنا مهمه صعبه، لكن منتخب مصر دايما في المواقف الصعبه بيكونوا رجاله كلهم. ان شاء الله الكابتن حسن يكون قاري الفرقه بشكل كويس.